مش عاجبني إحساس العربية اللي أنا فيه ده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كوباية شاي وحدوتة الست كاملة. جات لي وقالت لي أغرب جملة افتتاحية: بصي يا دكتورة، أنا جايالك علشان عايزة أتلم على بعضي. يعني إيه يا ست كاملة الكلام ده؟ يعني أنا مش عاجبني إحساس العربية اللي أنا فيه ده. العربية بس هي اللي ممكن تتوزع ما بين الميكانيكي والكهربائي والسمكري وبتاع الدوكو، وكل واحد يبص على الحتة بتاعته ومليش دعوة بالحتة التانية. إنما أنا بني آدم محتاجة حد يبصلي كل كده على بعضي وياخد باله مني كله على بعضه، مش كل دكتور يبص على الحتة بتاعته وملوش دعوة بالحتة التانية. علشان كده أنا جيت لك يا دكتور. الله عليك يا ست كاملة، احكي يا صديقي. اللي انت بتقوليه ده هو عين الصح، وهو اللي بحاول أقنع بيه الدكاترة والعيانين سوا. الإنسان وحدة واحدة متكاملة كلها كده منفذة على بعضها زي الويب أو الشبكة. مفيش حاجة قائمة بذاتها. فكرة العضو والجهاز والتخصص لوحده كده من غير ما نبص القصة كلها على بعضها فكرة قديمة جدا ومش بتودينا لحاجة. غالبا احنا لما بنتعامل بالطريقة دي بنتعامل من فوق الأعراض اللي ظاهرة بره، وبندي لكل عرض القرص بتاعه. لكن الحقيقة إنه في أسباب في الجذر تحت لكل المشاكل دي. ميزة الطب الوظيفي حاجتين: انه بيبص للقصة دي كلها على بعضها ويحاول يربطها. دايما في عنده تفسير بيجمع المشاهد المختلفة اللي احنا بنبقى محتارين منها. ولما بيعالج من تحت، من الأسباب الجذرية اللي جابت المرض. لما بنعالج الجذر الأوراق تصح، إنما طول ما احنا عمالين نقطع في الأوراق تطلع أوراق مريضة وراها أوراق مريضة. وهو ده بالظبط اللي بيعمله الطب الوظيفي. انت مثلا يا ست كاملة بعد ما سمعت حكايتك بتروحي ل5 دكاترة في 5 تخصصات مختلفة. بتروحي لدكتور الغدد علشان عندك مشكلة مناعية في الغدة الدرقية هاشيموتو وعملت لك هبوط في الغدة. بتروحي لدكتور الجهاز الهضمي علشان القولون العصبي مبهدلك. بتروحي لدكتور الجلدية علشان طالع عندك إكزيما وحساسيات في جلدك، ده غير شعرك اللي بيقع. بتروحي كمان لدكتور العظام عشان مشكلة التهابات الركب والمفاصل وخشونة الركب وظهرك اللي بيوجعك نتيجة الوزن، وزاد عليهم كمان هشاشة العظام. وكمان بتروحي لدكتور النفسية عشان عندك اكتئاب. حقك بصراحة بعد كل هذه الابتلاءات، وزاد عليهم دلوقتي انك جاية عيادة التغذية عشان تعملي نظام غذائي علشان تخسي. ادي 5 دكاترة وكمان فوقيهم دكتور التغذية. من وجهة نظر الطب التقليدي الكلاسيكي انت عندك 5 أمراض ب5 تخصصات ب5 دكاترة مختلفة، كل واحد بيبص على الملف بتاعه بيعمل لك خطة محترمة جدا جدا من العلاج. لكن ده الحقيقة غير كافي لحل المشكلة. تعالي نشوف بقى القصة من الناحية التانية من وجهة نظر الطب الوظيفي، وشوف ازاي هلملك كل ال5 حواديت دول في حدوتة واحدة كبيرة من 5 فصول. من وجهة نظر الطب الوظيفي بقى البداية والسبب الجذري عندك في جهازك الهضمي. مش هنستهين أبدا بحكاية القولون العصبي اللي بقاله عندك سنين. القولون العصبي مش حاجة لطيفة قوي كده ومش بسيط قوي كده، بالعكس ده هو ممكن يكون في التهاب على مستوى ميكروسكوبي. صحيح هو مرض وظيفي، يعني بنقول إنه عضويا القولون سليم، لكن سببه إيه؟ قد يكون حاجة اسمها عدم تحمل طعام. يعني إيه؟ يعني في بروتينات في الأكل جسمك مش بيعرف يتعامل معاها. مش بس كده، ده بيعمل معاها تفاعلات مناعية وبيطلع أجسام مضادة تعمل الدربكة في جهازك الهضمي. مش بس كده، تعمل التحسس اللي موجود في الجلد، وتعمل كمان حاجة اسمها كروس انتيجينستي. يعني ايه؟ يعني الجسم المضاد ده اللي طالع يخبط في بروتين الطعام اللي انت مش بتعرفي تتعاملي معاه بيخبط كمان في الغدة الدرقية، فيحصل حاجة اسمها مرض مناعي اللي هو الهاشيموتو عند حضرتك. وبعدين لما نفضل نكمل وناكل في الأكل اللي احنا مش عارفين نتعامل معاه، الغشاء المخاطي اللي بيمتص الفيتامينات والمعادن في المعدة يحصل لها ايه؟ المعدة والجهاز الهضمي يبوظ، وبالتالي يبدأ يحصل عندنا سوء امتصاص. مهما ناكل ما نستفدش من الفيتامينات والمعادن، يحصل لنا بقى كل النقص. عندك مثلا الأنيميا، ودي تفسر الإجهاد والتعب وحاسة ان انا كبرت 20 سنة والكلام ده كله. يفسر كمان سقوط شعرك، ويفسر كمان هشاشة عظمك علشان مش بتمتص الكالسيوم كويس. طيب
وايه علاقة ده بالركبة؟ ممكن جدا لما يكون عندي التفاعلات المناعية دي يعمل التهاب في المفاصل. مش بس كده، لما يكون عندي عدم تحمل طعام وغدة درقية هبطانة يبقى عندي مشكلة كبيرة مع الوزن، وبصعوبة أخسر الوزن. يبدأ يحصل السمنة شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، نزيد في الوزن، الركب تتعب والظهر يتعب، وكل الحالة الالتهابية اللي في جسمنا تتعب. ادي يا ستي الاربع تخصصات. طب ايه علاقه ده بالاكتئاب؟ انا اقول لك مبدئيا كده، اللي بيلف بفايل مليان تحاليل ودواء وروشتات على 5 دكاتره بصفه كده كل اسبوع عند دكتور لازم يجيله اكتئاب. انما في سبب تاني اهم. مبدئيا احنا عارفين ان الاكتئاب ده خلل في كيمياء المخ، يعني نواقل عصبيه بتقل في المخ. طب النواقل العصبيه دي الجسم بيعملها من ايه؟ بيعملها من بروتينات. يبقى انا لازم اكون باكل اكل كويس وبمتصه كويس علشان اعرف اصنع النواقل العصبيه دي حلو، وكميه مخي تبقى مظبوطه. مش بس كده، السيروتونين الهرمون اللي هو اساس الاكتئاب، اللي بنسميه هرمون السعاده، اللي لما بيقل كلنا مزاجنا بيبقى وحش. يا للمفاجاه، 90% منه بيتصنع جوه الجهاز الهضمي. فلما الجهاز الهضمي بتاعي يكون تعبان، في ارتشاح امعاء، الميكروبيوم بتاعه مش مظبوط، قدرته على تصنيع السيروتونين ما بتبقاش احسن حاجه، وبالتالي المزاج ما يبقاش كويس. ادي يا ستي ال5 امراض اللي عندك، طلعوا كلهم حكايه واحده بدات فين؟ في الجهاز الهضمي، علشان it all starts in the gut. وزمان قالوا لنا ايه؟ المعده بيت الداء. ده الطريقه اللي الطب الوظيفي لم بيها لسته طويله من المشاكل، كلها اعراض لكن اسبابها الجذريه سبب واحد. وطول ما احنا عمالين ندي مسكن للمفاصل ومضاد الاكتئاب للمود، احنا بنعالج من فوق، لكن لما نقرر نعالج من تحت نقدر نحصل على نتيجة حقيقية. طيب الطب الوظيفي هيتصرف ازاي في الحالة دي؟ هنبدأ ببروتوكول إصلاح الأمعاء، gut repair protocol. ازاي بقى؟ الفيتامينات والمعادن اللي نقصانة، اللي بسببها غشاء المبطن للأمعاء بقى مرتشح، لازم نعوضها. الأكل اللي بيضرنا لازم نشيله، في أكلات عمومية وفي الأكلات اللي انت بالذات ما بتستحمليهاش، ونحط جنبه الأكل اللي بيبني جدار المعدة، وكمان الأكل المضاد للالتهاب. هنضرب الحاجات دي كلها مع بعضها زبادي خلاط ونعمل لك نظام متفصل عليكي. كل ده جنب نمط حياة سليم في النوم والحركة والستريس مانجمنت، ونظبط الايموشنز والعلاقات والبونز. خطة متكاملة كده علشان نحطك في حالة الشفاء، أول طريق الهيلينج. القصة دي بقى جنبا إلى جنب مع ال5 دكاترة المحترمين اللي حضرتك بتروحي لهم. شغلي لا يتعارض مع شغلهم إطلاقا، بالعكس أنا بظبط نمط حياتك، بحاول أعكس حالة الالتهاب اللي في جسمك، حالتك تتحسن. هم من نفسهم لما يشوفوا التحسن يبدأوا يقللوا في الأدوية أو يقللوا جرعاتها أو يسحبوها تماما. ده اللي أنا بسميه الانتجريتد ابروتش، أو النظرة التكاملية، الطب الوظيفي مع الطب التقليدي. لكن فكرة امنع كل الأدوية وبطل تروح لدكاترة خالص وحمشي بس في نظام إصلاح الأمعاء، أنا شايفة إنها فكرة غلط. 6 أشهر بالظبط، وست الكل ست كاملة بقت زي الفل، كل مشاكلها تقريبا يا اتحسنت يا بقت تحت السيطرة. بتروح تتابع مع الدكاترة بتوعها، بس بدل ما كانت بتروح لكل واحد كل أسبوع وكل أسبوعين، بقت تروح متابعة كل 3 شهور، كل 6 شهور، تاخد حاجات بسيطة. قللت الجرعات جدا، فرق معاها قوي 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 إن احنا ربطنا كل حاجة، حست إنها تستاهل أو خدت المعاملة اللي تستاهلها. فكرة أنا مش عربية كان تعبير وتمثيل في منتهى الذكاء منها، لأن احنا بصينا لها على إنها حاجة كاملة. وبكده قصة الست كاملة اللي بتشرح يعني إيه طب وظيفي تكون خلصت بالشفاء بفضل الله. أشوفكم في حلقة جديدة من كوباية شاي.